ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ دلوقتي احنا هنفصل او هنعمل طريقه تفصيل معينه للقصه اللي هنبدا نشتغل فيها. طبعا كل واحد على حسب قصته وكل شاب على حسب قصته واللوك بتاع المناسب ليه. فهنبدا نخصل هنا، بس مش هنعمل خصل واسعه قوي، هنعمل خصل الى حد ما مناسبه لوشه ومناسبه للقصه بتاعته، عشان الناس اللي بتسال على الخصل او بتسال ازاي ابدا اخصل. انا اول حاجه بعمل استشوار عادي، لو هحط كريم بحط كريم وبخصل بالكريم، لو هشتغل بالاستشوار هبدا اشتغل بالاستشوار او هخصل بس بالسبراي، على اساس ان السبراي لو هرش لوحده فهيدي ثبات اكتر وهيدي خصله اوسع، انما الكريم بيعمل عازل سنه بسيطه، لان اي حاجه دهنيه فبتعمل عازل عن التثبيت. فانا لو بفضل ان انا هخصل فبخصل بس بالسبراي على طول، او بخصل بالكريم فقط، فمالوش لازمه السبراي بعد الكريم. هنبدا دلوقتي نخصل. طبعا بسرح الشعر الاول بالجهه الضيقه من المشط، وببدا ان انا اخد ارش بس على الشعريه اللي هنبدا ناخد عليها. طبعا مسرحين قبلها، بنبدا ناخد الخصله من ورا لقدام سنه بسيطه، نفس الكلام بنبدا ناخد نفس الخصله من ورا لقدام في اتجاه اوسع من اتجاه الخصله بتاعتها، بحيث ان هي تديني فتحات او فراغات ما بين الشعر اوسع واكتر. وبنبدا نرش عليها سبراي، نبدا نخصل بايدينا، وبنبدا ان احنا نظبط الخصله اوسع من اللي قبلها. نبدا نحط سبراي كده ونخصل بايدينا. ودايما عود نفسك ما ترشش سبراي الا في المنطقه او في المكان اللي هتبدا تخصل فيه وتسرح فيه. تمام. طبعا كله شايف طريقه التخصيل ازاي، نعمل خصل واسعه ازاي، وبايديك انت بتظبط حاجات بسيطه في الشعر وفي التخصيل زي ما انتم شايفين، حسب كل قصه للعميل اللي انت شغال معاه. وبتخصل ترش سبراي. طبعا لو انت رشش سبراي بدون كريم فالخصله بتثبت على وضعها اكتر. وطبعا زي ما احنا قلنا في بدايه الفيديو، كل واحد على حسب قصته، كل واحد على حسب الستايل اللي هو بيعمله. ممكن نعمل خصل اقل من كده، ممكن نعمل خصل اوسع من كده، ممكن نعمل خصل. طبعا كل واحد على حسب القصه المناسبه ليه، وكل عميل على حسب وشه وعلى حسب هو عايز مساحه الفراغات او مساحه الخصل قد ايه. بناء عليه انت بتقدر تعمل له القصه المناسبه ليه او اللوك المناسب ليه. وطبعا اي حد محتاج اي حاجه او في اي حاجه، انا دايما معاكم، سواء على السوشيال ميديا او على التليفونات. اي حد حابب يبعت حاجه، يستفسر عن حاجه، يسال عن حاجه، دايما موجودين مع بعض. شكرا لكم.